السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشتاقة لكم هواية هواية هواية. اسفة على التأخير، والله محضرت لكم هواية فيديوهات، بس المشكلة يعني ما يصير لي مجال. يعني لو اني طالعة، لو عندي خطة، فهيك يعني مدى أفرغ حتى أمنتج لكم الفيديوهات وأنزلها. بس صدقوا حتى وين ما أطلع ما أخذتكم وياي ودا أصور لكم، يعني حتى مو تقولون. هنا هاي الوصفة كعك أو بسكت، هو خاص لعشاق القهوة بس. يعني اللي يحب القهوة راح يحب هذا البسكت كلش. وهسه نبدي بالمقادير، أبدي وياكم. طبعا هاي الوصفة سوتها حماتي اللي هي أخت زوجي. خلت نص كوب زيت، واثنين ملعقة دهن أو خاشوقة دهن، سمنة شو تسموها، يعني المهم نص كوب زيت وخاشوقتين دهن. نص كوب شكر، شكر باودر، طبعا لازم تطحنوه. خلي يروح ماي أرى ونرجع نكمل. أرجع أكمل لكم. نص كوب زيت، 2 خاشوقة دهن، نص كوب شكر باودر، لازم باودر، صفار بيضة وفانيلا. بعدين خلت خاشوقة ونص مسكافة، ذوبتها بخاشوقة كبيرة مي مغلي. خاشوقة ونص مسكافة ذوبتها بخاشوقة كبيرة، يعني ملعقة كبيرة مي مغلي. زين، بعد ما ذوبتها مذبتها فوق الخليط وخلطتها كله. بعدين خلت كوبين وربع طحين. تمام، كوبين وربع طحين وربع كوب نشا. بعدين ايش خلت خاشوقتين ونص كاكاو باودر. زين، هاي كلها راح تخلطها. وبعدين تشوفون تلموها بدون ما تعجنوها، يعني مو عجن لا، بس لم بالايد. زين، بعدين نشوفها إذا شفناها ناشفة، يعني تتشقق العجينة، من نخليها خلي لها شوية زيت. أما إذا شفناها بالعكس مايعة كلش، سائلة كلش، فراح نخلي لها شوية طحين. زين، وتشكلوها بأي شكل يعجبكم. هي شكلتها طبعا، هاي بسونا بالشارع، ما أعرف شكو. طبعا تسووا بأي شكل يعجبكم. هي سوتها مثل حبات القهوة، شكلتها بشكل حبات القهوة. هنا نقدر تسويها بالخاشوقة، شوفوا قسمتها شلون القهوة تصير. فانتوا بعد بكيفكم الشكل اللي يعجبكم، بس هي حبة تسويها مثل القهوة. وهاي بعد ما شويناها طبعا عادي دخلناها بالفرن، طبعا تقريبا ربع ساعة من جوا. بعدين حمرنا الفوق أقل من 5 دقائق، لأنه بسرعة تتحمر. وهاي مثل ما تشوفون شكلها وطعمها كلش طيب. قلت لكم بالأخص عشاق القهوة هيحبوها كلش. جربوها وكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوها أو لا. حبايبي، وانتوا كتبوا لي همينة بالتعليقات شنو تحبون، شنو تريدون أسوي لكم، سواء أكلات، ترتيبات، أعمال يدوية، شغلات محرم. بما انه هسه محرم صراحة اني يعني دا اشوف انه كل شيء المحرم سويته. فاذا انتوا عندكم افكار كتبوا لي بالتعليقات حتى اسويها لكم. هنا متابعة طلبت مني طريقة تجذير رجل البطة، فجذرتها إلها. شوفوا هنا قصيتها، بس لازم أهم شي تكون موجودة هاي العقلة، هاي النقطة السوداء، هاي أهم شي، يعني هو الجذر يطلع من عندها. هنا أنا جبت المي، طبعا هذا الكوب مثلوم، فأني ما ذبيته، قلت لا خل استغله للزرع. هو هيك شغلات مستغلتها. أو ها هي تخلوه بالمي وتعوفوا. وطبعا هسه هي جذرت، فهسه ان شاء الله بغير فيديو اراويكم اياها شلون جذرت، كلش حلوة. هاي شفتوا ريوق هنا بيت اخويا، وهذا الغداء بيت اخويا الثاني، الله يحفظهم الي يا رب ان شاء الله. طبعا اتنقل منه ومنه. هنا همينة بالليل أخوي قال خلونا نودي الجهال شوي نونسهم المدينة ألعاب. فرحنا. هذه مدينة ألعاب السيدية. طبعا هي كانت ازدحام، بس حلوة، يعني الأجواء حلوة، مو ازدحام ذاك الازدحام يعني كلش كلش. هواية عالم صح. بس يعني زين أكو مجال إنه واحد يسعد بالألعاب. فالمهم هنا
يعني صعدوا الجهل، فأني دا أصور قسم لا ما صعدوا، يعني أكو لعبات خطرة ما أخليهم يصعدون بيها. زين، فصورت لكم مقتطفات من الأجواء اللي كانت كلش حلوة. كلش حلوة، يعني رغم الحر بس صراحة بالليل يعني جو مو أقولكم من ذاك الحر، يعني مو مثل النهار، شوية أهون درجات الحرارة. فيعني الحمد لله كانت حلوة يعني، وما كان اكو رطوبة وتخنق، لا يعني زين اكو هوا، كان رغم الهوا حار بس المهم اكو هوا، يعني احسن من انه الرطوبة. فالحمد لله كانت الاجواء كلش كلش حلوة، ومكانكم خالي والجهالة تونسوا. فخليكم ويا الاجواء، وانتو هم كتبوا لي اذا طلعتوا او لا. وطبعا حبيت أبارك للطلاب الثالث المتوسط، يا رب إن شاء الله ألف ألف مبروك لكل الناجحين، ويا رب التوفيق والحظ الأوفر للي ما توفقوا بهاي السنة، واللي طلعوا مكملين دور ثاني إن شاء الله يا رب ناجحين وتروحون للرابع وانتم مرتاحين. وبالنسبة للي ما توفقوا إن شاء الله الله يعوضكم يا رب حبايبي، وألف مبروك للناجحين، وهمين ألف مبروك للسادس إعدادي بما إنه امتحاناتهم خلصت. فألف ألف مبروك، وإن شاء الله كلكم موفقين يا رب وناجحين على قد تعبكم اللي تعبتوا يا رب. إن شاء الله الله ما يضيع تعب أحد، آمين يا رب العالمين. يلا هسه خليكم ويا الأجواء كلش حلوة تفوتكم.
وبعد ما خلصنا من مدينة العاب هنا سهراية صغيرونة همين ببيت أخويا الله يحفظه إن شاء الله يا رب. طبعا لمنا كنا سوا وقال السهراية يمين يوم، فهاي حضروا الحبشكلات وأهم شي اللمة. كلش حلو. طبعا أنا أحب هاي الأجواء العائلية، كتبوا لي إذا أنتم تحبون لمة الأخوة بالأخص والخوات ببيت الأهل. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، وكتبوا لي بالتعليقات وخلوا لي لايك حتى تشجعوني على الفيديوهات الجاية، لأنه عندي هواية فيديوهات زين، فشجعوني. أحبكم هواية هواية هواية، ومع ألف سلامة وبأمان الله.